بتبدأ النهاردة مع قرية عزازين، القرية اللي موجودة في صعيد مصر واللي تعتبر قرية زراعية. دكتور مراد جالي النهاردة ورقة تعيين وقالوا لي إن أنت هتروح على القرية دي. بصراحة أنا معرفش عنها أي معلومات، بس كالعادة خدت القطر ورحت، وبعدين نزلت وركبت عربية قديمة مع راجل قديم زي العربية بالظبط. انت ايه اللي حدفك علينا يا دكتورة؟ وايه اللي حدفك المكان ده؟ يعني سابوا كل قرى الدنيا وحدفوك على قرية مفيش حد فيها بيعيا؟ بلا في الساعة دي يا اسطى، وبعدين في قرية عندكم محدش فيها بيعيا؟ ده أكبر نسبة عيا في مصر موجودة عندكم. وبعدين يعني مش عايزين نتكلم بقى عن الصعيد فيه إهمال صحي والكلام ده. يعني الكلام ده أنت مالك بيه؟ يا عم وصلني المكان وخلاص، هتقعد ترغي. انت برضه ما فهمتش اللي انا عايز اقولهولك. اشمعنى القرية دي؟ القرية دي يا بيه ما فيهاش حد بيعيا اصلا، وفي حد منهم بيعيا؟ يا سيدي الله يبارك لك، أنا بص جاي راكب قطر بقالي 10 ساعات، فمش ناقصة خالص كلامك. وصلني وحطني في المكان وامشي من سكات. اتفقنا يا ريس؟ خلاص يا عم ما تزقش، انت كان قصدي انصحك على رأي المثل الانجليزي اللي بيقول اسك يلايك. أسك؟ يا أسك أنت، بس مش مشكلة، ماشي يا سيدي. قربنا ولا لسه؟ وأخيرا وصلت. قبل ما يكمل كلامه نزلت قدام القرية. قرية فاضية، مفيش حد ماشي ولا رايح ولا جاي، يمكن عشان الوقت متأخر وهم دول مزارعين وبيصحوا بدري عشان الأرض. كملت ماشي ووصلت المنطقة، قابلت فيها راجل عجوز بصلي بصة غريبة، وبعدين جه وقرب عليا وسألني سؤال. انت مين يا ولد؟ وايه اللي جابك عندينا؟ تكونش انت الدكتور الجديد بتاع الوحدة؟ إيه البلد كلها تفتح لي تحقيق هنا ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، انا الدكتور الجديد بتاع الوحدة، أؤمر. خد بالك يا ولدي، لك علي نصيحة، مع ان لسانك ما كان موسم مليح، بس البلد هنا عليها لعنة مصررة. رد بالك من كل حاجة، اوعى تفكر انك تخرج بالليل. بصيت له كده وما اهتمتش بصراحة، حسيت انه بيخوفني عشان ما اخرجش واشوف اي حاجة تخص الحريم او كده. فكرني باين واد ملعب، سبته ومشيت. اني رحت للوحدة الصحية اللي كانت تعتبر لوحدها في اراضي زراعية، كل اللي حواليا كانت اراضي زراعية بتحوطني من كل مكان ونخل عالي. مكان مرعب بالليل بس روقان. السلام على أهل السلام. ازيك يا دكتور مراد؟ ايه يا عم ده؟ الحمد لله. يا جماعة انتوا هتستلموني ولا ايه؟ حضرتك مين بقى؟ قول لي يا دكتور مراد، ايه اللي جابك هنا؟ وما تقوليش التعيين. خلي بالك اللي بيبعتوه هنا مشاكس، شكلك كده مشاكس ولا انا غلطان؟ والله يا باشا مشاكس مش مشاكس، ادوهم نفوني زي ما انت قلت، وانا شايف هنا ان الجو غير ملائم لاي مشاكسات. المهم نورتني، ممكن بقى اخش انام عشان انا جاي من سفر طويل قوي. انتك واقف مع عم صابر، خد بالك ما تقفش مع حد تاني يا ولدي، لا برا ولا جوا. وان جالك حد بالليل دوعاك تقابله. حياتك بالنهار وبس، اني في البلد. ليك عليا نصيحة. سابني وخرج وما اتكلمش بأي حاجة تانية ولا حتى رمى السلام. اللي جه في دماغي ساعتها يا ديواني انت وهي انهم بيخوفوني عشان ما اطلعش بره، وعشان ما احاولش اعمل اي مشاكسات من اللي انا كنت بعملها في القاهرة، او احاول اتكلم مع اي بنت. فالواضح كده ان هما بيعانوا من مشكلة مع الشباب اللي جم قبلي واللي ماسكوا الوحدة الصحية. الغريب بقى ان الوحدة الصحية نفسها ما فيهاش اي اسيستنت، مفيش اي مساعدين. ده انا اللي هعمل كل حاجة، من التنظيف للطبخ لمعالجة الناس، اللي هي حكاية الناس اللي ما بتمرضش. يلا رئيس سواق التاكسي، انا اخش انام والصباح رباح. الليلة عدت عادي والنهار طلع وشقشق. صحيت كده وعملت لي كوباية قهوة وخرجت وقفت بيها بره.
المنظر جامد جدا، أراضي زراعية والدنيا هص هص. لو كنت أعرف كنت قلت لهم ينفوني هنا من زمان، بس قطع بقى الخيال بتاعي ده واحد رزل. كيفك يا ولد؟ عامل ايه؟ مستحمل الشمس ولا حاد عليك؟ ما تقلقش، القاهرة عندنا شمسها أقوى من هنا. قول لي بقى ايه قصة البلد دي؟ أنا سمعت كده حاجة من سواق التاكسي غريبة، بيقول لي إن الناس هنا ما بتعيش. ده على كده يعني أنا كده مش هشتغل، أنا جاي صيف. الناس هنا أيت وعياهم راح بيهم من زمان، ما افتكرش إنهم هيعيوا تاني. تقدر تقول كده بقى عندهم مناعة أبدية ضد أي مرض، لأن المرض عمره ما بيصيبهم. هنا البلد أقوى من أي مرض، لأن المرض عمره ما بيشوف اللي هم فيه. رمى الكلمة ابن اللذين ومشى. مش عارف بيظهر لي ليه كل شوية عمال يقول لي كلام غريب كده أنا مش فاهمه. كل ما أرتب الكلام ما بيركبش، في حاجة ناقصة. مهم بعد ما خلصت كوباية القهوة بتاعتي يا ديواني انت وهي، قلت كده ألف لفة في البلد. بدأت ألف لفة، قرى شكلها قديم، بيوت قديمة وعتيقة تحس إن محدش ساكن فيها. قعدت أمشي لحد ما رجليا وصلتني المكان كلنا مش بنحبه، المقابر. دخلت المقابر وكانت هادية ومريحة نفسيا، وده الغريب. كملت مشي فيها، وانا ماشي كنت بتسلى وببص على اسامي اللي موجودة على التراب: علي صابر، ابراهيم نجاتي، مصطفى الفقي، محمد شوقي. وعمال اقرا التواريخ، ده مات سنة كام، وده مات ليه، وده مات سنة كام، وده مات ليه، لحد ما وصلت لنهاية المقابر. وبص كده لقيت اسم بوليس او نقطة بوليس، فرجلي جابتني ان انا اخش جوه اشوف لي صاحب ولا حاجه. اهلا بيك يا دكتوره، نورت البلد. انا عارف ان انت لسه واصل امبارح، مرضتش كده اطوب عليك وعلاقك، قلت اسيبك تستريح وتاخد لفتك في البلد ويمكن تجيلي، ولو ما كنتش جيت لي انا كنت هديلك. قول لي بقى ايه الاخبار؟ والله الناس هنا حشريه جدا يا حضره الضابط، الا ما عرفناش الاسم ايه. علي صابر. علي صابر يا مراد. والله انا اول ما جيت البلد كانت طيبه القلب، بس قعدت شويه كده وروقت وبتاع ونمت. صحيت ضربت كوبايه القهوه في الغيط، كان الجو رايق قوي الصبح، فاوكي يعني الموضوع هيمشي معايا. المهم انت اتعودت على الاجواء دي ازاي؟ انا حاسس هنا ان محدش بيمشي في الشارع. انتوا تلاقيكم مش هتشتغلوا زي حالاتي. ما انا عشان كده بقول لك انك هتستريح هنا قوي. دلوقتي بقى قوم كمل لفتك في البلد متعرف على كل جانب فيها عشان ما تتوهش. بعد ما تخلص روح وريح في الوحدة الصحية بتاعتك، وانا ممكن ازورك بكرة ناكل مع بعض اي حاجة كده. اتفقنا؟ يا سيدي ربنا يهديهم، احنا لا عايزين عيانين ولا عايزين مشاكسين. بس الغريب ان السجالات عندنا بتقول ان القرية دي مليانة امراض، وعشان كده بيبدلوا دكتور بدكتور وتخصصات بتخصصات. ربنا يهديهم يا سيدي. احنا هنبقى عايزين يعني الشر للناس كده؟ حلو، ده هتبقى اريح وردية فعلا اشتغلتها في حياتي. وبدأت الف في بلد تاني، وبعدين رحت على الوحدة الصحية. غلبني النوم، ريحت شوية، حلمت حلم غريب. بوابة في وسط القرية، لكن مفيش بيوت حواليها في الصحراء. بابها قديم عتيق اتفتح، دخلت جواه وكأني دخلت لذكريات حد تاني. حد عمل حاجة قلبت الدنيا، دخلت وراه. حد تاني بيكلمني وبيقول لي خلي بالك من اللي هيحصل، لأنه سبب اللعنة وسبب اللي حصل للقرية من موت. كملت وشفته في حد بيقول له روح واسرق البيض الذهبي اللي حطته العنقاء وقرب ايده من المحظور.
حاولت استرجع الحلم بسرعة قبل ما انساه. افتكرت حاجة غريبة، في حد كان بيحاول يخش البيت عندي ويسيب لي جورنان قديم عشان اقراه. خرجت بسرعة ناحية الباب، لقيت الجورنان ده على الارض. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم. مسكت الجورنان وقريته وصعقت من اللي انا قريته. كلمة مرعبة شفتها في الحلم ودلوقتي بقت حقيقة قدام عينيا. موت قرية بالكامل، عزازين. ما لقيتش قدامي حل غير ان انا اروح نقطة الشرطة، لكن افتكرت حاجة تانية جمدتني في مكاني. بالظبط اللي معرفناش الاسم ايه. علي صابر. علي صابر يا مراد. فاكرين لما رحت المقابر وكنت بتمشى هناك وانا بستكشف البلد، كنت بقرأ اسامي الناس اللي موجودة على المقبرة، كان منهم اسم علي صابر. ده ملوش غير معنى واحد بس، ان كل اللي قابلوني كانوا اموات وكلامهم كان واضح. بس انا اللي ما فهمتوش لما علي قال لي ان الناس هنا لا بتعيا ولا بتشاكس، لان النوع ده من البشر مش مؤذي. من سكات خدت كل حاجتي وطلعت جريت على الطريق لحد ما لقيت عربية جاية، وفوجئت انه نفس السواق اللي خدني قبل كده. ما انا حاولت اقول لك يا بيه، بس انت العندهية كانت واخداك. فهمت اللي كنت بسألك بتعمل ايه في قرية كل اهلها اموات؟ هربت. شكرا. كنت حاسس ان انا غلط. الا اسم الكريم ايه؟ عزازين. ايه؟